تبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع قطيع من الذئاب وهم كانوا بيحاولوا يصطادوا أرنب، وبعد مطاردة كبيرة بينجحوا إن هم يصطادوه. في اللحظة دي بنشوف ذئبة من الذئاب بتاخد جزء من الأرنب عشان تأكله لابنها الصغير، وهنا بنشوف شاب وبنعرف إن اسمه جاك وهو وصل المدينة عشان يدور على المكان اللي أبوه كان بيشتغل فيه قبل ما يموت. بعد كده بيجي ليه 3 أشخاص وبيعرضوا عليه إن هم يساعدوه، بس هو بيرفض وهما كان عندهم فضول وفضلوا يسألوه أسئلة كتير، لكن هو اتضايق من أسئلتهم وتعصب منهم وسابهم ومشي. لكن في الآخر اكتشف إن هما كانوا مجموعة حرامية وسرقوا كمان كل فلوسه. وهنا بيلاحظ جاك مجموعة من الناس بيطلعوا على قمة جبل عشان يدوروا على الذهب، فقرر جاك انه يطلع معاهم ويدور على الذهب. واول لما طلع ووصل للقمة بيتعرف على شخص وبنعرف ان اسمه اليكس، وهنا جاك بيسأل اليكس ويقول له ان هو بعت له رسائل كتير، فرد عليه اليكس وقال له ازاي يقدر يساعده. فسأله جاك على ابوه اللي كان شغال في المدينة، وهنا اليكس بيقول له ان هو ما يعرفش يقرا وما كانش يعرف ايه اللي مكتوب في الرسائل بتاعته. بعد كده جاك بيوضح لاليكس ان هو ابن صديقه وطلب منه يدله على المكان اللي ابوه كان شغال فيه، لان ابوه سلمه خريطة فيها مكان الذهب. بس هنا اليكس بيرد عليه ويقول له ان ابوه لو هو نفسه يعرف مكان الدهب ما كانش سابه وكان خده لنفسه، فنصحه عشان ما يضيعش وقته انه يسيب المدينه ويرجع للمكان اللي كان فيه. بعد كده ماكس بيروح يشوف صديقه عشان يمشوا من المكان، وبنعرف ان اسمه مارك. بس فجاه لاحظ مارك جاك وفضل يركز في وشه لغايه لما افتكره وقال لي ان هو كان يعرف ابوه وكان شغال معاه، وقال له كمان ان في شبه كبير منه. بعد كده قرر مارك ان ياخد جاك للمكان اللي هو عايز يروحه، وكان معاه مجموعه كبيره من الكلاب وكانت مهمتها انها تسحب عربيات التلج وكمان تابوت صديقهم اللي مات عشان يدفنوه في المكان اللي طلبوا منهم قبل ما يموت. في الوقت ده بنشوف الزيبه بتلعب مع ابنها. بعد كده بتطلع عشان تدور على اكل لابنها، بس فجاه بيشوفها اليكس وضرب كمان رصاصه في الهواء عشان تهرب، وفعلا الذئبه بتخاف وبتهرب. وهنا اول لما الدنيا ليلت عندهم بنشوف جاك والمجموعه اللي معاه بيولعوا نار عشان يتدفوا لان كان الجو بارد عليهم. بعد كده مارك بيروح عشان ياكل الكلاب بتوعه، وبنشوف الذئبه بتقدر انها تصطاد سمكه وبتروح عشان تاكلها لابنها الصغير، وكانت مستنيه اللي يفضل من السمكه عشان هي تاكلها. وفي اليوم التاني بنشوف التابوت بيقع على الجليد وهما ماشيين، وبيطلع من التابوت جثه صديقهم المتوفي وكان معاه الكلب بتاعه. فجاك راح عشان يجيب الشنطه بتاعته وكان مستغرب جدا من اللي هو شافه، بس فجاه الجليد بيتكسر وجاك بيقع تحتيه، وبسرعه اصحابه بيجيبوا حبل وبينزلوه جوه الميه وقدروا ان هم ينقذوه. وهنا بنشوف اصحابه بيولعوا النار ليه عشان يتدفى وكمان لبسه ينشف من الميه. واول لما جه الليل بيتفاجئوا بالذئبه قريبه منهم وكانت مركزه معاهم وكانت مستنيه الوقت المناسب عشان تهجم وتاخد الاكل منهم. وهنا اصدقاء جاك حاولوا يمنعوا الكلاب انهم يقربوا ناحيتها، لكن هنا الكلاب بتروح ناحيتها، وبعد وقت بسيط بيتفاجئوا بمجموعه كبيره من الذئاب. في اللحظه دي بنشوف مارك بيطلع بندقيته بسرعه وفضل يضرب بيها النار على الذئاب، لكن للاسف الطلق بيخلص من بندقيته وده خلى الذئاب تهجم على مارك وتخلص عليه. واتصدم جاك واليكس لما شافوا مجموعه الذئاب بتاكل في مارك وما كانش بايديهم اي حاجه يقدروا يساعدوه بيها. واول لما خلصت الذئاب اكلها بتسيب مارك وبتمشي، وكان جاك واليكس زعلانين عليه جدا. وبنعرف ان الذئب اتصابت برصاصه من بندقيه مارك. وفي اليوم التاني جاك واليكس جهزوا نفسهم عشان يتحركوا ويروحوا للمكان اللي عايز يوصل له جاك، لكن فجاه بتهجم عليهم الذئاب للمره الثانيه، لكن لحسن حظهم كان موجود مجموعه اشخاص ومعاهم اسلحه في نفس المكان وبينجحوا ان هم ينقذوهم ويبعدوا الذئاب عنهم. في اللحظه دي بنشوف الذئبه اللي مصابه وهي رايحه لابنها، واول لما شافها ابنها كان حزين جدا عليها. وهنا بتموت الذئبه وابنها بيحضنها وفضل جنبها وكمان كان بيقوي على امل ان يجي اي حد يساعده. وهنا قرر انه يسيبها ويروح عشان يدور على اي اكل ياكله، لكن وهو في طريقه شاف مجموعه من الذئاب وبيحاول ينزل ليهم عشان يعيش معاهم، بس ما بيقدرش لانه ما كانش لسه بيعرف ينزل. وهنا الذئب الصغير بيقع جوه كهف، بس هو حس بالخوف وطلع من عنده بسرعه. واول لما طلع شافه جاك وبدا يصفر ليه، بس الذئب بيخاف منه وبيسيبه ويروح. وكان الذئب في الوقت ده جعان فراح لبحيره قريبه عشان يصطاد منها سمكه، لكن ما بيقدرش يمسكها لان السمكه كانت لسه عايشه. بعد كده الذئب بيقرر انه يكمل طريقه، ولاحظ في نص الطريق ان في ارنب مربوط على فرع شجره، واول لما قرر يصطاده اتضح ان ده كان فخ واتعلق فيه. بعد كده بنشوف مجموعه اشخاص بتمر من الطريق، فواحد منهم بيمسك الذئب وبيقول لزميله ان ده نص كلب ونص ذئب، وهنا الشخص ده بيتعلق بالذئب وقرر ان هو ياخده ويربيه. في الوقت ده بنشوف اليكس وجاك، وكان اليكس بيدفن صديقه في نفس المكان اللي طلبوا منه قبل ما يموت. بعد كده بيكملوا طريقهم للمكان اللي عايز يوصل له جاك، وبعد شويه وقت قدر اليكس يوصله للمكان اللي عايزه، وقال لي ان المكان اللي شغال فيه ابوه قريب من القريه وطلب منه يكمل طريقه لوحده. وهنا سلم عليه اليكس وسابه ومشي. في اللحظه دي بيشوف جاك اليكس وهو داخل على بار، واول لما دخل وراه لقاه قاعد مع صديقته اللي هي كانت صاحبه البار، فراح جاك وقعد معاهم وتعرف عليها وقررت ان هي تعزمهم في مكان تاني. فوافق جاك على طلبها، وهنا بينجح جاك انه يقنع اليكس انه يروح معاه للمكان اللي موجود فيه الذهب، ووعده انه ياخد نص الذهب اللي يلاقيه. فوافق اليكس على كلامه. وفي اليوم التاني ابتدى اليكس وجاك يصنعوا قارب عشان يقدروا يتحركوا بيه لطريقهم. وهنا اليكس بيقول لجاك ان هم هيمروا في طريقهم على قبيله الهنود الحمر، وقال لي ان قائد القبيله صديقه وطلب منه يلتزم بتعليماته عشان ما يعرضش نفسه للخطر. واول لما وصلوا للقبيله بيرحب قائدها باليكس وجاك، وهنا بنعرف ان رئيس القبيله هو نفس الشخص اللي خد الذئب وهو صغير. وفجاه جاك بيشوف الذئب وبيروح ناحيته، وهنا سال قائد القبيله عن اسمه، فرد عليه وقال له ان اسمه وايت فانك، وقال لي ان نصه كلب ونصه ذئب. بعد كده لاحظ جاك ان الذئب بيبص ليه ومركز معاه، بس هو ما اهتمش للموضوع ومشي. واول لما الدنيا ليلت لاحظ
ولاحظ جاك ان الذئب كان لوحده ومش واقف مع مجموعه الكلاب، ولاحظ كمان ان الذئب كان حزين وبيعوي، فجاك اتأثر لما شافه وحس بشعور غريب ناحيته. واول لما النهار طلع قرر جاك انه يتمشى شويه في الغابه ويستكشف المكان، لكن فجاه بيهجم عليه دب ضخم، وهنا جاك بيجري منه، لكن الدب فضل يجري وراه لانه كان جعان جدا. وفي لحظه معينه شاف جاك مجموعه من الاخشاب ودخل جواهم، وكان الدب بيحاول يلحقه عشان ياكله، وكان بيحاول يوصل لجاك، لكن فجاه بيظهر الذئب وايت فانك وبيهجم على الدب، فبيخاف الدب ويسيبهم ويمشي. وهنا بيكون وايت فانك انقذ جاك من الموت، وبيخرج بعد كده جاك من مكانه وبيشكر الذئب انه انقذ حياته واداله كمان قطعه من اللحم. وهنا جاك كان ممتن للذئب لانه انقذ حياته من الموت. وفي اليوم التاني كان جاك واليكس بيستعدوا عشان يتحركوا بالقارب ويمشوا من القريه، بس اتفاجئ جاك وهم ماشيين ان الذئب كان بيحاول يودعهم. وبنشوف هنا قائد القبيله وهو بيروح معاهم هو الذئب للمدينه عشان ما يسيبهمش لوحدهم. وبعد شويه وقت بيقدر اليكس انه يوصل جاك للمكان اللي كان ابوه عايش فيه. واول لما دخل الكوخ لقى صورته هو وابوه، وافتكر ابوه قد ايه كان بيحبه، وافتكر كمان الايام الجميله لما كانوا كلهم مع بعض. وكان جاك باين عليه انه متاثر جدا. في الوقت ده بنشوف جاك واليكس مولعين نار وقاعدين قصاد بحيره، وهنا اليكس بيقول لجاك انهم لازم يستغلوا الوقت ده ويلاقوا الذهب. بعد كده بنشوف قائد القبيله بيتحرك هو والذئب في المدينه، لكن بالصدفه بيبقوا الثلاث حراميه موجودين اللي سرقوا جاك قبل كده، وكان معاهم كلب شرس. واول لما شافوا الذئب سايبوا الكلب عليه، لكن هنا الذئب وايت فانك بيتمكن من الكلب وقدر كمان انه يقتله. بس هنا مجموعه الحراميه بيروحوا لقائد القبيله وقالوا ليه ان الذئب بتاعه قتل كلبهم، وطلبوا منه انه يديهم الذئب تعويض للكلب اللي مات، ولو منفذش كلامهم هيتصلوا بالشرطه تتصرف معاهم. بس هو قلق من كلام الحراميه واضطر في الاخر يديهم الذئب. وفعلا خدوا الذئب وحبسوه في مكان لوحده، وبعد وقت معين طلعوا الذئب عشان يختبروه وفضلوا يضربوا فيه عشان يخلوه شرس. وحاول الذئب انه يهرب منهم بس للاسف ما بيقدرش. في اللحظه دي بنشوف مباريات قتال بين الكلاب، واللي بيفوز منهم بيكسب صاحبه الرهان. وكان في الوقت ده راحت مجموعه الحراميه ومعاها الذئب للمكان ده عشان يخلوا الذئب يشارك في المباريات ويكسبوا من وراه الرهان. واول لما وصلوا شافوا كلب كبير وراهنوا عليه ان الذئب يدخل في قتال ضده، وفعلا ابتدى القتال بين الكلب الشرس والذئب. وبعد وقت بسيط بيقدر الذئب انه يقتل الكلب ويفوز عليه، وبكده يكون مجموعه الحراميه فازوا بالرهان. لكن الذئب وايت فانك كان حزين جدا انه قتل الكلب وما كانش حابب الوضع اللي هو فيه. وبنشوف بعد كده الحراميه بتتعامل مع الذئب بقسوه كبيره، وكمان ما كانوش بياكلوه لفترات طويله، وهم كانوا قاصدين يعملوا كده عشان يبقى اشرس من الاول. وبعد فتره بنشوف الذئب وايت فانك جسمه بقى ضعيف، وده بسبب كتر المباريات القتاليه اللي كان بيشارك فيها، وكمان كان بدا يظهر عليه المرض، وده بسبب قله الاكل والاهتمام بيه. وبيجي يومه بنشوف الذئب وايت فانك بيشارك في مباراه ضد كلب قوي، واول لما بدات المواجهه كان واضح ان الذئب ضعيف جدا في المواجهه، وده خلى الكلب يتمكن منه ويعضه من رقبته. في الوقت ده بنشوف جاك واليكس كانوا بيتمشوا في المدينه، وبالصدفه بيكونوا قريبين من المكان اللي بيتعمل فيه المباريات بين الكلاب، وهنا بيسمعوا صوت الذئب وقرروا ان هم يدخلوا. واتفاجئوا لما شافوا الذئب وايت فانك في وضع صعب جدا، وهنا جاك اتدخل وحاول انه ينقذ الذئب، وبينجح في النهايه انه ينقذه. لكن بيتفاجئ جاك بمجموعه الحراميه بيجوا ناحيته وطلبوا من جاك يسيب الذئب لانه يخصهم، بس جاك رد عليهم وقال لهم ان هو ياخدوا مقابل الفلوس اللي سرقوها منه قبل كده. وهنا بنشوف جاك بياخد الذئب للطبيبه وطمنته عليه ان هو هيبقى كويس، بس هو محتاج فتره من الراحه، وده خلى جاك يفضل جنبه طول الليل. وفي اليوم التاني بياخدوا وايت فانك للكوخ، وكان باين على الذئب انه حزين جدا بسبب الايام الصعبه اللي عاشها. وهنا حاول جاك انه ياكله، بس الذئب كان هياكل ايده، وده بسبب فقدانه الثقه في الناس. وبسرعه جاك بيخرج من الكوخ وقرر ان هو يسيبه لوحده شويه. في اللحظه دي الذئب بيطلع من الكوخ وراح ناحيه جاك، واول لما جاك شافه اداله الاكل وحط كمان ايده على راسه عشان يحسسه بالامان. وكان جاك مبسوط جدا لانه قدر يتقرب من الذئب، وبداوا كمان يلعبوا سوا، وكان الذئب بيساعدهم في شغلهم وفي الصيد واي حاجه كانوا بيحتاجوها. وبيجي يومه بنشوف جاك بيشتغل في المنجم عشان يطلع الدهب، بس فجاه المنجم انهار على جاك، وهنا الذئب ما سابوش وفضل يحفر لغايه لما طلع جاك. واول لما طلع لاحظ ان في تراب من الدهب على رجل الذئب، ففهم ان ده المكان اللي موجود فيه الدهب اللي كانوا بيدوروا عليه الفتره اللي فاتت. بعد كده دخلوا المنجم وخد جاك عينه من الدهب عشان يفحصها، وكانوا مخلين الذئب الفتره دي جوه الكوخ لان جاك كان خايف عليه جدا. في اللحظه دي بنشوف جاك بيتحرك للمدينه، لكن الذئب قدر انه يكسر الشباك ويروح ورا جاك. واول لما جاك شافه قرر ان هو ياخده معاه للمدينه. واول لما وصلوا دخلوا على محل بيبيع الدهب عشان يفحص العينه اللي معاه ويتاكد كمان ان هي حقيقيه. لكن فجاه الذئب بيشوف واحد من الحراميه اللي كانوا بيعذبوه، وهنا ما قدرش يتحمل يشوفه، وكان باين عليه انه متعصب منه جدا، لكن هو قرر ما يهاجموش عشان ما يسببش مشاكل لجاك. اما الحرامي فخرج من المكان وراح يجيب باقي اصحابه عشان يراقبوا جاك وياخدوا الدهب منه. واول لما جاك فحص الدهب وعرف ان هو حقيقي، رجع مره تانية لأليكس وقال له ان الدهب حقيقي، وقال له كمان انهم لازم يشتغلوا بسرعه عشان يخرجوا باقي الدهب. وهنا أليكس بيحضن جاك وقال له انهم خلاص هيبقوا اغنياء. واول لما الدنيا ليلت عرض أليكس على جاك ان هو يكون شريكه في الفندق اللي هو هيبنيه، وفعلا جاك بيوافق ورحب جدا بكلامه. وفي اليوم التاني بيجي واحد من الحراميه وطلع فوق الكوخ وغطى المدخنه بحته قماش، وهنا النار مسكت في الكوخ، وكانوا باقي الحراميه بره وبيضربوا النار على جاك وأليكس. في اللحظه دي واحد من الحراميه فتح باب الكوخ برجليه، بس اتفاجئ بالذئب قصاده وهجم عليه، وفضل الذئب يهجم على كل المجموعه اللي بتهاجمهم. وهنا الحراميه بداوا يطلبوا المساعده من أليكس وجاك عشان يخلصوهم من الذئب، وفي الاخر قدر جاك وأليكس انهم يسلموهم للشرطه. في اللحظه دي بيكلم أليكس جاك ويقول له ان لازم يسيب الذئب ويخليه يرجع للغابه لان دي بيئته
اللي المفروض يعيش فيها، وانه كمان صعب انه يسافر معاهم في كل مكان. واول لما الذئب سمع حديثهم مع بعض فهم هم عايزين يعملوا ايه، فالذئب حط راسه على رجل جاك عشان يفهمه انه عايز يروح معاه وما يسيبوش لوحده. لكن جاك بياخد الوايت فانك للغابه وطلب منه انه يروح، لكن هنا الذئب بيرفض وفضل واقف في مكانه. في اللحظه دي جاك بيتوتر وبدا يهوش الذئب عشان يخليه يتحرك ويجري. واول لما الوايت فانك شافه كده حس بالخوف لا يضربه، فجري بسرعه وسابه. بس هنا الذئب ما كانش عارف ليه جاك عمل معاه كده رغم ان هو انقذ حياته اكتر من مره. بعد كده جاك بيروح لاليكس وكان باين عليه الحزن لانه ساب الذئب، وقال لي انه مش هيقدر يسافر معاه ويشاركه في الفندق بتاعه. وهنا اليكس فهم ان جاك مش هيقدر يتخلى عن الذئب ويسيبه لوحده، ومن هنا سلم جاك على اليكس وودعه. بعد كده بنشوف جاك بيرجع للغابه عشان يدور على الوايت فانك، لكن للاسف ما لقاهوش. فقرر جاك انه يرجع للكوخ مره تاني ويصلحه. لكن فجاه جاك شاف الذئب وهو كان مركز معاه ومستنيه، وبسرعه جاك بيجري ناحيته وبيحضنه، وكان سعيد جدا ان الذئب رجع ليه. وهنا قرروا انهم يكملوا حياتهم مع بعض، وقرر جاك انه ما يتخلاش عن الذئب تاني ابدا. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.